السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله نحب نشكر الأستاذ محمد ممدوح، حبيبنا راجل محترم، يعني بيحدث كل الملف لشهر 11. يعني أي ملف بيحدثه كل شهر وبيبعتوه لنا أول حاجة عشان أقدر أديه للناس المحترمة، كل اللي عنده جهاز بيقوت الأصلي. طيب الملف ده يعتبر لشهر 11، بس للأسف الملف نايل سات فقط، الملف نايل سات فقط. طبعا ده جهاز جديد اهوت، يعني يعتبر كسر زيرو. والله لسه راح يتباع لحد محترم، بس بظبطه له. يعني قلت اعمل عليه برضو الفيديو عشان الناس تشوف الملف القنوات. وادي الملف القنوات لشهر 11 اهو، طبعا بخط عريض. اول ما نزل قلت ايه اوريه للرجاله، او بصوا ملف متحرك، ملف ثابت يا ربي. او حتى لو احنا جينا نبص من اول القناه هتلاقي اسمه. انا طبعا ما اقدرش اشيل اسمه لان هو بتاعه ملكه، هو اللي مقدره، هو اللي عامل في كل حاجه. يعني ايه، احنا مش هنقدر نقول غير متشكرين ما دام انت عندك جهاز، لان الجهاز ده اصلا منسي في موضوع الملفات. اه انا عندي يعني ملف متحرك بس مش جديد. طيب انت عندك دلوقتي متحرك ومحتاج تنزل الملف ده حديث بالعربي، وتقوم انت جايب الاقمار اللي عندك مثلا، ما فيش اي مشكله، ممكن تنزل الملف عادي عشان حديث، وتخش على التثبيت عادي تركيب، تخش على الاقمار. عندك كل الاقمار قدام حضرتك اهو، عندك كل الاقمار. تخش انت بقى تجيب اي قمر وتعلم عليه وتديله اوكي، تمام. وتعمل بحث يدوي وتبقى ترتبه. لو انت محتاج يعني بدل ما تنزل كل ال كل الاقمار، ويبقى برضه تقيل عن الجهاز ده بالذات. ماشي، طبعا الجهاز رامه واحد مش رامه اتنين. فطبعا متشكرين له اولا، واحنا الحمد لله نزلنا الملف لكم وتحت امر الناس، وانتظرونا في ان شاء الله في الشغل الجديد باذن الله. السلام عليكم.